الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خد بالك من التقرير السنوي بتاعك. التقرير بتاعك بترفع مش لأي حد، ده لرب العالمين، واللي بيكتبوا ملائكة. خد بالك السجلات عندهم كتيرة قوي، بيأيدوا كل حاجة زي ما ربنا قال في القرآن الكريم: وكل شيء أحصيناه كتابا. كل عملك بيتكتب، ما بيسابش منه حاجة، ويوم القيامة هتشوفه بعينيك كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الملائكة بتكتب التاريخ بتاعك دلوقتي، على مدار الشهر بيطلع كل يوم التاريخ بتاعك. يوم القيامة هتلاقيه قدامك. يعني شوف العلماء يقول لك ايه، اشمعنى العنق؟ ليه ربنا قال في عنقه؟ ما قالش في ايده، ما قالش في صدره، ما قالش في رجله. قال لك لا، لان موضع التكريم من الانسان العنق. خد بالك لما بيحصل على ميداليه ذهبيه او ميداليه فضيه بتلاقيه وط كده عشان يعلق الميداليه فين؟ في رقبته. طب يوم القيامه هتلاقي الكتاب ده قدامك طالع من رقبتك. بس العجيب في الكتاب ده حاجه غريبه قوي، ان كل واحد بيقرا او ما بيقراش هيقرا. طب ده انا في الدنيا ما بعرفش اقرا، لا يوم القيامه هتقرا. الكتاب بتاعك اهو. شوف بقى كمان حاجه تانية، كل حاجه مكتوبه بخط جميل قوي: هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل حاجة مكتوبة في الكتاب ده. ده المصيبة إن أنت ممكن تدور في الكتاب ده ما تلاقيش أعمال كتيرة أقول لك. أعمال كتيرة أقول لك ما تلاقيهاش، أقول لك ما تلاقيهاش. ليه؟ لأن أنت ما عملتهاش لوجه الله. العمل ما كانش لوجه الله ربنا مش هيقبله منك، فمش هتلاقيه في الكتاب بتاعك. سبحان الله. ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم ايه؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني ايه؟ يوم القيامة انت سعادتك جاي بتفكر ان لك اعمال كتيرة انت عملتها في الدنيا. الكتاب مفيش الكلام ده. يا رب فين؟ انا كتابي مش شايف فيه الكلام ده. ليه؟ يقول لك الاعمال دي ما كانتش لوجهي، فالاعمال دي ربنا مش هيقبلها، مش هتلاقيها في الكتاب بتاعك. او اعمال كتيره مسحت من الكتاب، اتمسحت كده. الله، يا رب ده انا عملت الاعمال دي، الكتاب الاعمال دي راحت فين؟ يرد بقى يقول لك ايه؟ مسحت او محيت باغتيابك الناس. عشان انت كنت بتختار الناس في الدنيا، الاعمال بتاعتك اتشالت من ايه؟ من السجل بتاعك، من الكتاب بتاعك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم عن السجلات دي، سجلات عادية؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة. ماله يا رب؟ له 99 سجلا. له كم؟ 99. خد بالك بقى من كلام النبي: كل سجل مثل مد البصر. سبحان الله. شوف مد البصر هيجيب لك قد ايه؟ السجل بتاعك كده. ولذلك الشيخ شعراوي يقول لك سبحان الله، طب الملائكه بتكتب ده كله؟ اقول لك ده البشر صنعوا الميموري اللي هو 8 جيجا ولا 20 جيجا عليه مكتبات العالم كلها في حاجه بسيطه قد عقده الصابع كده. قال لك وهذا من صنع البشر، فما بالك بصنع الله عز وجل. صنعت ربنا بقى تعمل ايه؟ اذا كان البشر عمل كده فبالك بالله عز وجل. هتلاقي يوم القيامه السجلات دي كلها مكتوبه لك. طيب انت دلوقتي في الدنيا في ايدك تنقي، وفي ايدك تختار، وفي ايدك تكتب اللي انت عايزه. فخد بالك ان السجلات دي بتطلع لربنا دلوقتي. فحاول على قدر الاستطاعه ان انت بالسجلات دهيا تكون لك عمل، بدل ما تيجي يوم القيامه ما تلاقيش حاجه عند ربنا. ده خد بالك في حاجه تانية مهمه هقول لك عليها ان شاء الله في اللقاء القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.